والضجة هذه كلها هذه لا. طيب دروب المرجلة كيف جا الموضوع؟ دروب المرجلة كلمني الأستاذ وليد من طبيعي بدري. بعد نجاح ربيع المحل لأنه كان نفس المخرج أيوة. مم. والشخصية هي انكتبت، كانوا يكتبوا الشخصية، هو الأستاذ مختار والأستاذ خليل العامري كانوا كاتبين الشخصية الهديل، شايفين هديل في دور خضراء. أيوة كتبوها لك كذا، فصلوها تفصيل لهذه المعنى. أيوة كانوا شايفين هديل، قال لي أنا ولا بنكتب ما بنتخيلش حد في المشاهد إلا أنتي. طيب وأنت وقتها ما على طول وافقتي على الشخصية وكل شيء وتحمستي للموضوع؟ أيوة جدا. قال لي أنتي تعرفي تتكلمي بدوي؟ قلت له لأنه أنا كنت أطلع فيديوهات شيلات وكذا كانت تعجبني أتكلم بدوي. قلت له أيوة. قال لي خلاص سوي لي، جاب لي مشهد من المشاهد، قال لي جربي سجلي. كنت متوترة وقتها، جلست يوم كامل وهو يقول لي ها وين، قال لي طيب استنى شوية. ورسل لي صالح العولقي عشان هو مصحح اللهجة معانا، فتكلم قال لي والله انك رهيبة ما شاء الله عليك، بس يحتاج لك بس شوية نجلس معاكي عشان تاخذي اللهجة بشكل كويس. تذكري عادي المشهد هذا ولا ما تذكريش؟ لا. ولا تذكري شيء منه يعني؟ لا أنا ما أذكرش، أكيد كانت قبل فترة بس نسيت. طيب بعدين من اللي رسم شخصية خضراء وأبعاد الشخصية؟ وإيش أضفت أنت عليها يعني؟ والله شوف، هو يكون الممثل اجتهاد شخصي منه. أول شيء إنه يلعب بالدور بشكل كويس، تحس إن الدور ينادي. تمام. وأستاذ وليد يجلس معانا يعني يقول لنا هي مثلا عايشة كذا كذا، هي تحب زوجها، هي تنقل كلام. وهو صراحة يعطي مساحة للممثلين يعيشوا يعني. يعجبني بهذا الشيء. ما بنلتزمش أحيانا بالنص. تمام. إذا في حاجة بتخدم الدور يقول لنا عيشوا، بس يعني نكون قبل المشهد نكلمه ايش رايك يا استاذ وليد كذا، يقول حلو سويها. فهي كان أهم بعدين في شخصيتها أنها تحب مهاوش وتنقل كلام. ايوه لهلوبة الديرة. طيب بالنسبة لك إيش في من أوجه الشبه بين هديل وخضراء؟ العفوية. نطاط. جنان. ايوه هذا يعني يشبهني، يعني ما حسيت انه كان في صعوبة بالشخصية. كانت بالنسبة لك شخصية مش صعبة يعني، عادي الموضوع بسيط؟ حبوب، هي تلقائية الشخصية جدا وعفوية، وانا تلقائية بالناس اللي تعرفني عن قرب عارفة انه انا كذا. طيب هي أنت ما طلبتني. كنت ترتجلي، كان معك مساحة للارتجال؟ ايوه انا ومهاوش مم. أستاذ زين. فكنت أقول له إيش رأيك نعمل كذا كذا، والله إني بتطلع حلوة. قل لي يلا ندوس نروح نكلم الأستاذ وليد. أقول له خلاص حلو. إحنا كنا نضيف أشياء كثير يعني. والأستاذ مختار كان يعطينا برضو يعني، كنت أتكلم مع الأستاذ مختار كان يقول لي حاجة بتخدم الدور إحنا معاها فيها. طيب تتذكري من الحاجات اللي ارتجلتيها أنت وزين العابدين مهاوش؟ هو طبعا ضيفنا بكرة. الأشعار. أيوه. تقريبا. وقتها في المشهد الأداء نفسه، لما مثلا كان في مشهد واحنا نضرب، انا امسكه من الثوب اقول له قلت لي يا مهاوش بتطلع فوق وبترجع. هذا كان كله يعني من وقته. لما تشوف المشهد يكون كل شيء موجود خلاص احنا بنعيش خلاص يعني، تحس الاشياء هذه احنا عايشين هنا، بنتعامل بطبيعه مش كانه تمثيل. أنت واندمجتم يعني مع بعض جدا يعني، جدا حصل بينكم جدا. كيمياء. الناس حبونا، لو ما حبوناش ما بتوصلش